في هذا الفيديو نحكي لكم بالتفصيل أحداث الحلقة 18 من مسلسل مولانا، والتي حملت عنوان الصندوق الأسود. حلقة تكشف سر الصندوق عند مشمش وتشتعل غيرة شهلة، ويقتحم العقيد بيت مولانا في نهاية صادمة. أولاً، شهلة تطرد زينة وتطلب الزواج من جابر. تبدأ الحلقة بتأثير قرار شهلة منع زينة من العمل في المنزل بعد اكتشاف مشاعرها تجاه مولانا. شهلة تطلب من جابر الزواج لكنه يرفضه مؤقتاً قائلاً إن وضعهما معقد لأنه رجل ميت في نظر القانون والجميع، مما يجعل الزواج مستحيلاً حالياً في صراع عاطفي يهدد علاقتهما. ثانياً، الحجي أبو ليلى يعلن نفسه نائب المختار. الحجي أبو ليلى يعلن نفسه نائب المختار ويعدل مقراً خاصاً لمناقشة شؤون الحي. فارس يحذره أن منصب المختار له ترتيب رسمي، وأنه سيكون مسؤولاً عن أي مكروه يحدث للمختار. رغم ذلك يحاول فارس مراعاة مشاعر أبو ليلى بسبب مرضه، في توازن بين السلطة والتعاطف. ثالثاً، مولانا يهدئ زينة. حب في بيروت؟ مولانا يزور زينة لتهدئتها بعد انهيارها بسبب كلام شهلة. يمدح جمالها وقدرتها، لكنه يؤكد أنه يحب فتاة أخرى في بيروت دون أن تعلم زينة أنها مراقبة في هذه اللحظة، في مشهد عاطفي مليء بالخداع والرقابة الخفية. رابعاً، مشمش يكشف سر الصندوق الأسود لجواد. مشمش يفتح قلبه لصديقه جواد ويكشف محتويات الصندوق الأسود: هاتف محمول، كارت تاكسي السلامة، وحلق شهلة. جواد يدهش، خاصة أن شهلة تنام في نفس الغرفة مع مولانا، في كشف يربط بين الماضي والحاضر ويهدد بفضائح كبرى. خامساً، العقيد يقتحم بيت مولانا. في ذروة الحلقة يقتحم العقيد بيت مولانا في ساعة متأخرة أثناء عشاء يجمع مولانا شهلة وفارس. يقبض على منير الذي جاء للاطمئنان على والدته، في مشهد يظهر تصاعد الصراعات وتحول التوتر إلى مواجهة مباشرة. سادساً، نهاية تمهد للتصعيد. تنتهي الحلقة على جبهات مفتوحة. سر الصندوق الأسود يهدد بكشف أسرار. غيرة شهلة تقسم العائلة. أبو ليلى يسعى للسلطة والعقيد يضيق العناق. حلقة الصندوق الأسود تضع العادلية أمام لعبة حب، خداع ورقابة قد تقلب كل شيء. لا تنسى اللايك والاشتراك ليوصلك ملخص الحلقة 19 فور عرضها.